الغلطة اللي كلفتك كتير معايا هتغلطها ببلاش. ايه اكتر حاجة بتضايقك بعد ما بتغلط؟ شعورك بالندم. لما بنحس بالندم بنحس ان احنا ما كانش ينفع نغلط، وان احنا ما حسبناش الخطوة اللي احنا بنعملها. انفعالك وزعيقك وصريخك في وقت انت ما كانش ينفع تعمل فيه كده، كل ده بيخليك حاسس ان انت غلطان، حاسس انك مقصر، حاسس انك ندمان. لكن لو انت فكرت قبل ما تاخد اي قرار او تنفعل اي انفعال، اكيد رد فعلك هيبقى مختلف تماما. لما تتعرض لموقف دخلك تحت ضغط يخليك هتغلط، اقعد ساكت 3 دقايق بالظبط، فكر في اي حاجة تانية. هتلاقي نفسك خرجت بره مود الانفعال، هتلاقي نفسك عارف تتصرف، هتلاقي نفسك بتتصرف تصرفات مختلفة تماما عن اللي انت كنت هتعملها قبل كده. وساعتها هتلاقي كل قراراتك محسوبة، وهتلاقي الندم بيقل، وشعورك بالغلط كمان بيقل. دورة في دماغك مع دينا عشان تعرف تبطل تغلط. بحبكم.